السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ده ضرب نار. فيديو النهارده ده مش هزار. لما تحبوا تاكلوا قراص فلاحي على قصرها والطعم يفكرك بايام وريحة زمان، ريحة السمنة البلدي والقشطة اللي بتاخد القلب. خليكم مع الفيديو ده، فيديو من قلب الحدث، لسه خارجة دلوقتي من الفرن وبتتكلم عن نفسها. طبعا اصحاب الدايت يمتنعون عن الفيديو بتاعنا. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا، بس الاول حابة افكركم يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفه بتاعتنا. هندخل على المقادير بتاعتنا. معايا كيلو من الدقيق، اي نوعيه تفضليها بس لازم يكون الدقيق بتاعنا نوعيه كويسه. كيلو من الدقيق عليه نص كيلو من اللبن او ممكن زبادي. معايا كمان كوبايه مليانه على اخرها سمنه سايحه، ده سمنه بقري انا مسيحاه وشايلاه في التلاجة كده واخده منها كوبايه. معايا كمان نص كوبايه من الميه الفاتره، لازم تكون الميه بتاعتنا دافيه، ما تكونش لا ساقعه ولا سخنه، لو سخنه هتبوظ معاكي الخميره. يبقى نص كوبايه من الميه. عليها كمان 4 معالق كبار من السكر الحبيبات او 5 معالق. معايا كمان معلقه مليانه على اخرها من الخميره الفوريه، ومعايا كمان ربع معلقه صغيره من الملح. هي دي كل المقادير بتاعتنا. اول حاجه هجيب بوله فاضيه كده، وهنزل بنص كوبايه من الميه، وهنزل بالاربع او 5 معالق من السكر الحبيبات، وهنزل بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه. تمام. هنختبر الخميره بتاعتنا بالخطوه دي. لو انت واثقه في الخميره مش مشكله الخطوه دي خالص، بتضيفي كل المقادير كلها على بعضها. انا كده ضفت السكر على الخميره على الميه، وهقلبها كده لحد ما تفور. بتاخد منك حوالي 3 4 دقايق او 5 دقايق بالكتير قوي. هركنها بقى على جنب كده لحد ما احس انها فارت معايا. وزي ما قلت لكم لو انت واثقه في الخميره مش لازم الخطوه دي خالص. هنجيب بقى العجان بتاعنا، او لو ما عندكش عجان في اي بوله فاضيه هننزل بالدقيق بتاعنا، وهنزل كمان بذره الملح اللي هي ربع معلقه صغيره، وهنزل كمان بكوبايه السمنه بتاعتنا. السمنه دي سمنه بقري او اي سمنه عندك حطيها، سمنه على زيت ماشي، او سمنه بس حط زي ما انت عاوزه. تمام كده. طبعا هنحطها بقى بتتبس كده تحت العجان، طبعا بالمضرب الكف اللي انتوا شايفينه ده. هقلبها على الهادي، وبعد كده بقى بعلى عليها لحد ما تبقى حبيبات رمليه بالشكل ده، وكل شويه بقلبها. فطبعا موضوع البس ده اهم خطوه في القرص بتاعتنا. فخليها تتبس كده لمده 10 دقايق، ده اقل حاجه. ولو العجان مش متوفر عندنا برضو بعمل الخطوة دي على ايديا. بحط كل المقادير بتاعتنا اللي هي الدقيق مع السمنة مع ذرة الملح، وافرك في الدقيق لمدة 10 دقايق لحد ما يتبس كويس ويبقى برضو زي حبيبات الرمل بالظبط. تمام. طبعا دي اهم خطوة في القرص بتاعتنا. خلاص كده بعد ما بسيت 10 دقايق بنزل بالخميرة بتاعتنا بعد ما فارت. طبعا الخطوة دي برضو مش مهمة قوي الا لو انت واثقة. لو انت مش واثقه في الخميره اعمليها، لو انت واثقه في الخميره ومجرباها خلاص مش لازم الخطوه دي خالص. نزلت بالخميره بتاعتنا، شلت بقى الغطا بتاع العجان عشان اضيف اللبن بتاعي واحده واحده. هنزل بقى باللبن كده واحده واحده، واتابع العجينه بتاعتي لحد ما تلم معايا. انا مش عايزه العجينه يعني العجينه تبقى ملزقه، حاجه بسيطه خالص. وهنزل بقى باللبن بتاعنا. عايزه اقول لكم طبعا هو حسب نوعيه الدقيق، ممكن يحتاج معاك نص كيلو لبن، وممكن يحتاج نص كيلو وحاجه بسيطه خالص، او ربع كوبايه كمان، يعني نص كيلو وربع كوبايه. اهي العجينه بدات تلم معايا برضو. هي العجينه بتاعتي برضو تعتبر ملزقه دلوقتي. هسيبها برضو، كل ما بتضربيها اكتر كل ما العجينه هتلم معاكي. برضو مش عايزين نستعجل في الخطوه دي. تمام اهو شايفين هي بتلزق معايا حاجه بسيطه خالص. شايفين بتلزق في ايديا برضو، انا مش عايزاها كده برضو، عايزاها ما تلزقش في ايديا خالص، وفي نفس الوقت تبقى العجينه طريه معايا. اهي شايفين كل ما بضربها كل ما بتلم من الحله. مجرد بقى ما لمت من الحله معاكي كده خلاص بقت جاهزه معانا. زي ما قلت لكم اخدت مج وربع معايا كده. خلاص بقت العجينه جاهزه، لمت من الحله خالص. وعايزه اوريكم برضو القوام بتاعها بقى عامل ازاي. يعني شايفين مش ملزقه خالص اهو، شايفين مش بتلزق في ايديا، والعجينه ما شاء الله جميله كده. تمام. هنغطيها بقى بورقه استرتش كده ونحطها في مكان دافي. ممكن تولعي الفرن كده وتطفيه، وبعد كده تحطيه فيها تختمر. هتاخد منك حوالي ساعه او ساعه ونص كده لو احنا في الشتاء. تمام كده. هغطيها وحاولي بس تدفي العجينه عشان تخمر معاكي على طول. اغطيها بقى بفوطه واسيبها لحد ما تخمر معايا. بعد كده هنجيب العجوه بتاعتنا دي. معايا عجوه وملبن.
لو هتعملي كيلو دقيق هياخد كيلو عجوة. ممكن تقسمي بقى نص عجوة ونص ملبن حسب ما انت عاوزة. جبت العجوة وطريتها وحطيت عليها معلقة او نص كده من السمنة الفلاحي السايحة، وحطيت كمان معلقة قرفة ودعكتها لحد ما بقت طرية معايا، وبعد كده كورتها كور بالشكل ده. لو هتحشي ملبن انا ما بضيفش للملبن اي حاجة خالص، ممكن لو عندك مكسرات حطيها فيها وخلاص، لكن ما بضيفش لا سمنة ولا بضيف اي حاجة على الملبن. تمام. وكده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة خلاص، خمرت، خدت معايا حوالي ساعة ونص خمر. هلم بقى العجينة بتاعتنا واطلع الهواء الزايد اللي فيها، واحطها بقى على الرخام، وقطعي بقى زي ما انت عاوزة كور كبيرة قطعي، عايزة كور صغيرة قطعي. كده طلعت الهواء من العجينة. بعد كده هقطعها بقى، ممكن الكيلو يقطع معاكي 60، ممكن يقطع معاكي 55، زي ما انت عاوزة قطعي حسب بقى حجم القرصة اللي انت عاوزاه. اهو شايفين العجينة ما شاء الله مش محتاجة اي حاجة خالص. طبعا انا بقى بقرصها كده او بكورها كده من غير سمنة ومن غير زيت ومن غير اي حاجة خالص. كده كورنا الكمية اللي معانا ما شاء الله، كيلو قطع لي حوالي 50 واحدة. فانت ممكن بقى تقطعي اكتر من كده، ممكن تقللي من كده حسب مقاس القرصة اللي انت عاوزاها. هنجيب بقى من بداية ما بدأنا، من بداية كرة كورناها بنفردها كده فرد بسيط خالص. هناخد برضو كرة كده من العجوة، وعلى كف ايديكي بتضغطي عليها بالشكل ده كده، وبعد كده بنحطها على العجينة، ونحاول بقى نلم الاطراف العجينة بحيث ان ما نخليش العجوة بتاعتنا تبان خالص، سواء هتحشي عجوة او هتحشي ملبن نفس الطريقة بالظبط. وبتفرديها بقى فرد بسيط كده كلها سوا واحد اهو بالشكل ده كده. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا ونرصها فيها. انا بحطها كده من غير سمنه ولا زيت ولا بتدهن الصينيه اي حاجه خالص، بتحطها كده وخلاص. هنجيب بقى واحده تانية برضو بنفردها كده، وبنجيب كوره كده من العجوه وبنفردها كده بكف ايدينا، وهحطها برضو بتحاولي تلمي العجينه على الاطراف بحيث ما تخليش العجوه بتاعتك باينه او الملبن باين كده. تمام. الحته اللي انا طلعتها دي كانت قطعه كده من العجوه لزقت على العجينه من فوق، يعني مش اي حاجه تانية. كده بقى اخلص بقى الكميه بتاعتي اللي معايا كلها بالشكل ده. وكده بسم الله ما شاء الله خلصت الكمية اللي معايا. عملت لي كمية كبيرة، عملت جزء بالعجوة وجزء بالملبن وعملت كمان جزء سادة ما شاء الله. يعني الكيلو قطع لي كمية كبيرة. شوفي بقى انت لما تشتريها من بره هتبقى بكام، ومش نفس الخامات اللي انت حطاها، يعني عاملاها بسمنة بيتي سمنة فلاحة انت فلاحي انت ضامنة عاملاها ازاي. جربوها في البيت هتوفر معاكم كتير، وكفاية انها تبقى صحية، انت عارفة الحاجة اللي انت عاملاها. بعد كده هجيب بقى موس، وهنعمل كده فتحات بالطول، يعني 3 4 فتحات او فتحتين زي ما انت عايزة. هنعمل بس فتحات للقرص اللي هي بالعجوة، الملبن ما بتعمللهاش فتحات ولا السادة. انا عملت صينيتين، 2 بالعجوة والباقي عملت صينية سادة وصينية بالملبن. فانا ما بفتحش اللي هي القرص اللي بالملبن ولا السادة كده. تمام. بعد ما تخلصي بقى المرحلة ديت هغطيها بقى لمدة ربع ساعة، وبعد كده هبدأ في التسوية. هسيبها ربع ساعة كده لحد ما ترتاح، وهسويها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وبتقلب الصينية كل شوية. شايفين بسم الله ما شاء الله القرص بتاعتي طلعت ازاي. عايزة اقول لكم على درجة حرارة 180 ما شاء الله، بجد هتاكلوا احلى قرص، طرية وهشة، والريحة بقى مش عايزة اقول لكم، بجد قلبت ريحة الشقة. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو اوعوا تبخلوا عليا بقى باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.